السلام عليكم الخوت كيراكم دايرين. اول حاجه نعزيو الناس اللي توفات في مدينه فاس، العماره اللي طاحت وتوفاو منها 9 ديال الناس، وكاين اللي نجاو من هذيك الفاجعه هذيك. نترحموا عليهم وانا لله وانا اليه راجعون، والله يرحم جميع المسلمين والمسلمات. ثاني حاجه كاين الموضوع ديال النهائيات ديال 3 اسود في النهائيات، كاس رابطه الابطال، كاس الاتحاد الاوروبي، وكاس ديال كأس المؤتمر. وكاين الموضوع ديال محمد علي اللي راه داير ضجة، المعلق المصري المشهور اللي مشى دار فضيحة مع تونس، والمنتخب المغربي اللي غادي يواجه سيراليون. هذوما المواضيع ديالنا ديال اليوم، والبداية غتكون بأشرف حكيمي. أشرف حكيمي دار كرون ماتش مع بي اس جي، أهل بي اس جي الله فينال. ما شاء الله عليه. أشرف حكيمي مع انريكي تبدل بزاف، ولا اشرف واحد اخر، لانه هو اصلا كان يعني البلاصه اللي مشى لها بروسيا دورتموند، مشى الاتلانتيك، مشى الانتر دو ميلون، خلى العطاء خلى بزاف، دار كؤوس ودار كل شيء، بقى في نفس النيفو. اليوم انريكي زاد له حوايج، دخلوا الوسط يلعب في الوسط وكل شيء، ما شاء الله عليه. يعني ويسجل لك هدف ويأهل الفريق ديالو البي اس جي لنهائي رابطه الابطال، ماشي سهله. هنا السؤال المطروح لاكاف، واش راكم تشوفوا حكيمي ولا ما راكمش تشوفوه؟ ولا غدوه يدي حكيمي اللقب ويحطوه في لاكاف، ومن بعد من تجي لشهر 11 وشهر 12 احسن لاعب تمشي لشي واحد موزمبيقي ولا في مين نيجيري اخر، ولا لانه الشيء اللي درتوه في هاد جوج ديال احسن لاعب في افريقيا الكره الذهبيه، لا اوسيمان ولا هذاك الاخر الزوج تقدر نقولوا يستاهلها، بصح اوسيمان ما كانش يستاهلها، كان يستاهلها بونو. ولكن هذه السرقه هذه خصها توقف، لانه اليوم من تكون عندك انت، المره العام اللي فات كانوا 3 في النهائيات، اليوم من يكون عندك 3 هما ما شاء الله حتى هما في النهائيات، ما تمشيش تدور على شي واحد. اشرف حكيمي يستاهلها، راه المايور جوار في هذاك البوست ديالو، بشهاده العالم، بشهاده المحللين، بشهاده كلشي. السيد راه طالع حاول كما قالوا الاخر، تيجي في ما شاء الله عليه. هادشي اللي خص بنادم خصو شويه زين. المزراوي تا هو الطروه ديال المغرب ولا الدوله، هو يلعب تا هو الجناح، تاهل مع مانشستر يونايتد لا فينال الاتحاد الاوروبي. يعني ما شاء الله، يعني المزراوي حتى هو صاق هذا العام طلع مع مانشستر يونايتد غادي يلعبوا النهائي، لانهم اصلا خارجين من البطوله وبعاد في البطوله مانشستر بزاف. المدرب هذاك التركي اللي جابوه البرتغالي اموريم، عاونهم بزاف، وهما غادي يديو اللقب ديال الاتحاد الاوروبي ويستاهلوه. الزلزولي بعد هو كان حاسم، سجل هدف بالتاهل وضربت له بورتو واحد الهدف الثالث. يعني المغاربه ما شاء الله عليهم متالقين. يعني هذه تلخص لك تالق ديال المنتخب المغربي ان شاء الله باذن الله في لاكوب دافريك يديوها، ولا كوب دو موند 2026، لانه لا كوب دو موند 2026 يكون عندك مستوى بحال حكيمي، مزراوي، الزلزولي، نايف اكرد، عندك امكانيات كبيره. هذا نايل العناوي حتى هو غادي يجيبوه، نايل العناوي، تكون عندك امكانيات المرابط، عندك حلول في لا كوب دو موند 2026 يلعبوها بالسيجار لا كوب دو موند. ونقول لكم غادي يمشيو بعيد وقادرين يديروا المفاجاه، وتقدر ان شاء الله باذن الله ياخذوا كاس العالم، وتكون ديك هي المفاجاه الكبيره. يعني وان شاء الله باذن الله يستاهلوا، لانه كانوا قراب واحد الوقيته باش يديوها، وصلت حتى للدومي فينال. راك تشوفوا الحكم والانحياز، وهذيك اللقطه الشهيره ديال الحكم اللي ما عطاش البوفال البيلانتي، اللي راه عاد اللي تبع هذيك المقابله راه يعرف كيفاش صارت لها. نتمنوا لهم الخير. ندخلوا للمعلق المصري. المعلق المصري معروف راه من بكري. واش اليوم عاد هذا كان يعلق سيريو؟ بكري ويعلق بانحياز، راه معروفين المصريين. واش نتوما تدخل عليك بالله، مصري معروف الانحياز ديالو الكبير لتونس. في التعليق ديالو كان باين باغي تونس تربح بالسيف. علاش؟ السؤال المطروح علاش؟ هو خايف بالمغرب تدي اللقب من مصر، انه المغرب كيب واعره واقفه وعارفه غادي تلاقى، هما من يدخلوا للبلاطو عارفوا واش كاين. تقول تلاقى مع مصر في الناس في النهايه ولا الدوزيام تور، غادي تجري على مصر، يعني هم عندهم حساسيه وما راضيينش بالمغرب من راه في العالميه. هذه راه الصراحه. ورا المصريين راهم ما على بالهم لا بيك لا والو. راك تشوفوا خونوا جوج نهائيات، الزمالك نهضه بركان، خونوا نهائي للرجاء، خونوا نهائي الحسنيه تقادير. واش هادشي قاعد تفوتوه؟ راه بلا ما تصدعوا راسكم معاهم. المصريين معروفين
واش هو كثرهم لي هاشتاغ، نهار تشوفوا شي معلق مصري لشي فريق مغربي كثرهم لي هاشتاغ، السلام عليكم، عطيوهم الحس في لي هاشتاغ، قول له خويا حنا ما بغيناش يعلق لنا، من الآخر خويا ما تعلقليش، جيب ليبي، جيب موريتاني، جيب أي معلق ولا، لأنه هاد المصريين راهم معروفين، يبغيو غير هُما، هو ياك على بالكم صحابكم كان باغي تونس باش تأهل، لا، هو كان يضرب الحساب باغي يقتل المغرب، يخافوا يديو اللقب تما. هادوما شوفوا الجيش آخر حاجة، الجيش واش داروا معاه في الآخر ديالها، مشى الجمهور حتى لتما ما خلاوش يدخل، راه ناس هكذاك دايرين كاركتير هكذاك دايرين، راه خاصك تتعامل معاهم إلا من رحم ربي، مانيش نقول لك أنا كاملين في كورة واحدة، كاين واحد الفئة اللي ناس ملاح فيها مصريين، فئة ناس ملاح، ولكن أغلبيتهم راه هكذا دايرين كاركتير واحد. نتوما جاتكم عجب بيزار أنا نعرفهم وعاشنهم وخابزهم، لحقاش خدمت معاهم ونعرف بزاف الحوايج. المهم نفوتوا هذا السيجي هذا ديال علي محمد علي، راه شاف ردة الفعل ديال كامل السوشيال ميديا، إلا هو فيه النفس ما يزيدش يعلق على المنتخب المغربي ويبعد كاع الرياضة المغربية، والسلام عليكم من الآخر. درك ندخلوا المقابلات المغرب مع قبل المقابلات المغرب مع الآخر، كان حكيمي دا جوج ألقاب، يمين يامال مازال ما دا حتى وحدة، وحكيمي هي الزوجة يستاهلها. إبراهيم دياز دا لقب العام اللي فات مع ريال مدريد تا هو شامبيونز ليغ. يمين يامال خرج خاوي الوفاض هذا العام، وانا الحاجة الوحيدة اللي خايف على يمين يامال يبان لي ستيل ديالو ستيل ديال نيمار، يعني الشكل ديال نيمار كيبدا وكذا منها كان بحالو. درك المشكل ديال يمين يامال اللي الناس تشبهو بميسي ولا لا، ميسي فواد ويمين يامال فواد، ويمين يامال ممكن 23 22 السلام عليكم تكمل الكارير ديالو على حسب العقليه، لانه الكاركتير ديال ميسي مع العائله ديالو كيفاش جيرا الكارير ديالو ماشي هو يمين يامال راك شوفوا بواه كيفاش داير، كيفاش غادي يجري مع الكارير ديالو هذاك باغي غير الفلوس، هذاك اللي عطيتو الفلوس يبات الليل كامل راك عارفين بلا ما نكمل، سي نورمال. المهم دوك ندخلوا للمنتخب المغربي اللي غادي يلعب المقابله ديالو مع السيراليون، ان شاء الله باذن الله يعرف يجاري المقابله ديالو مع السيراليون، وديجا راه ربحها في واحد الماتش اميكال، ولكن الاميكال والرسمي ماشي كيف. عندك مقابله سيراليون تربحها تطلع لكاس العالم، من اول حاجه تضمن روحك في كاس العالم، نطلع للدومي فينال، ابري الدومي فينال سوا غانا سوا ميسر سوا اللي جا في الدومي فينال عرفت تجاري معاه دفاع بلوك وضرب لي كونتر ولا ما تخرجش، يعني كيما دار الاوديسات، الطريقه الوحيده باش تجيب الالقاب مع هذو وباش تربحهم فاصيل الخداع كيما قال الاخر، ولا ضربات جزاء تمشي ديهم للبيلانتيات، جرى عليهم في البيلانتيات يمشيو يروحوا، فوت لا فينال جيب اللقب ديالك وروح، لانه المنتخب المغربي ولا الرياضه المغربيه بعامه سيرتو المنتخبات راه في مستوى عالي كبير، ودرك ولات المنتخبات خاص تمشي اللقب، اخر حاجه لما كان اللقب تجيب تلعب النهائي مهم تكون حاضر فيه، هذا هو الوقت هذا الوقت قالت هكا. علاش؟ لانه عندك لا كوب دافريكا قربت، عندك كاس العالم مشوار ديال 2030، يعني هاد السنوات كامله خاص الحصاد، صافي اللي زرعته درك جا وقت الحصاد، اي لقب يجي في الطريق ديه تلعب كرة اليد ولا اي حاجه لانه علاش هذا هو الوقت، الا فات منا حتى 2030 ولا 2032 تجبر الخزانه عندك صحيحه وعامره، هي من بعد ما عليه، بعد الا مشات واحد 8 سنين ولا ما كاينش القاب نورمال عاود توقف روحك عاود واحد شويه وتطلع. المهم خص هذا المسار اللي راهم غاديين فيه يمشيو فيه ان شاء الله باذن الله، الخزينه يعمروها بالالقاب وشويه بشويه، والمنتخب الكبير خاصو يقعد في المستوى ديالو، وان شاء الله باذن الله غادي يقعد في المستوى ديالو حتى 2035، يعني على حسب اللعابه اللي عندك وليجيون اللي راهم طالعين ما شاء الله. هذا هو اليوم، هذا هو الوقت، جاء وقت الرياضه المغربيه اللي راها هي متصدره، يعني انت تخيل انت توصل لنصف النهائي كاس العالم، يعني سي نورمال خاصك انت تكون ما تحصد، يعني هذا يعني انت راك جار افريقيا راه ما عندها حتى منتخبات في هذا المستوى اللي غادي يوصلوا للدومي فينال. هادشي اللي كاين، نتمناو توفيق الاشرف حكيمي ان شاء الله اللقب، المزراوي حتى هو يدي اللقب،
والزلزولي ان شاء الله حتى هما يجيبوا اللقب ديالهم. حكيمي غادي يلعبوا في ميونخ ان شاء الله، ويكون اللقب ان شاء الله ديال المغرب. يلا السلام عليكم ورحمه الله، وفراسكم الى في ديالك ان شاء الله.